ودلوقتي متابعينا الأعزاء وصلنا معاكم لفقرة هامة جدا لكل متابعينا. الفقرة دي خاصة بمكياج العيون، وخاصة المكياج الخاص بالعين في فترة السهرة. كل عين ليها رسمة، وكل شكل العين سواء كانت مسحوبة أو رفيعة أو كانت عين واسعة، فبالتأكيد ليها شكل مكياج خاص بيها. اللي هيوري لنا بالظبط كل مكياج وكل الفروق الخاصة بكل عين من العيون اللي احنا ذكرناها دلوقتي هي ضيفتنا وضيفتكم نرمين عدلي. هي مصممة المكياج او الميك اب ارتست اللي موجوده معانا النهارده. كمان معانا ضيفتنا نيفين، هي الموديل اللي موجوده معانا واللي هتقوم باستقبال المكياج الجميل ده على وجهها. اهلا وسهلا بيكم. وبالتاكيد نرمين ان العين بتبقى هي اكتر حاجه بارزه في المكياج. تمام. يعني يمكن لو العين اترسمت كويس متهيألي هتبرز المكياج، لو ما اترسمتش كويس فبالتالي هيبقى المكياج سيء جدا وهتدي شكل مش حلو. تمام. ايه هو مكياج العين؟ هو مكياج العين بيتحدد على حسب العين، يعني هي العيون انواع، في عيون مبطنه، في عيون جحظه، في عيون غايره اللي هي بتبقى داخله لجوه شويه، في عيون بتبقى متباعده، بتبقى رسمه العين بعيده فبنضطر نعمل لها ميك اب يقرب العينين، في عيون بتبقى اسيويه اللي هي اصلا ما فيهاش جفن خالص، بتبقى شبه الاسيويين. فكل شكل عين بيبقى ليه تكنيك معين ورسمه معينه تليق عليه. طيب مثلا عايزين يعني في الايديال عين بقى تبقى ايه علشان نوصل ليها؟ هل العين اللي هي ليها كسره ولا اللي من غير المسحوبه ولا هي ملهاش مقياس، يعني هي حسب ما حضرتك بتشوفيها كده اهوت مثلا يعني انت بمجرد ما عينك بتقع على العين بتعرفي ايه اللي يمشي معاها وايه اللي ما يمشيش. يعني معايا دلوقتي العين دي مبطنه، يعني دي ما يمشيش معاها الحاجات اللي هي الضحيل. يعني ايه مبطنه الاول وبعدين ماشي؟ يعني العين المبطنه اللي هو الجفن المتحرك اللي هو بيبقى في الجزء ده. ده ما بيبقى صغير او ما بيبقاش باين خالص. ده لما تفتح عينيها يعني لما تبقى باصه ستريت لقدام كده بيبقى الجفن هنا صغير قوي. افتحي عينك بصي قدامك اهو، مساحته هنا صغيره، فدي مبطنه يعني الجفن اللي هو الثابت نازل على الجفن التحتاني. متهيألي دي بنلاحظها في كبار السن شويه اكتر، وبنلاحظها في يمكن اللي كانوا مثلا عندهم سنه وخسوا، فدي بتبقى مشكله دايما في العين. دي من العوامل برضو اللي بتخلي العين تبقى مبطنه. طيب احنا عايزين نعالج المرحله دي ونشوف بنعالجها ازاي. هي معظم العيون المبطنه يعني اكتر الرسومات اللي بتليق عليها اللي هي الكات كريس، اللي هي انا برسم لها تبطينه او برسم لها كسره غير بتاعتها الاساسيه. يعني بخدع العين ان اللي يشوف يقول ده جفنها او عينها كبير بالكات كريس اللي انا برسمه. يعني مثلا اشرحي لنا هنا كده، يعني احنا هنرسم لها كسره فوق كسره جديده مختلفه عن الكسره او جديده غير الكسره بتاعتها تبين لك ان العين مساحتها كبيره. طب الاحسن بقى اللي هي ليها مساحه في العين كبيره ولا اللي هي لا هو الوسط، هو خير الامور الوسط. يعني جميل. اللي هي مثلا تبقى جفنها المتحرك يبقى باين منه جزء شويه، ولا كبير قوي ولا يبقى صغير قوي زي ده. دي بتبقى فيها فرص اكتر انك ترسمي رسومات اكتر وتبقى احلى. يلا بينا بقى نشتغل على الموديل اللي معانا، ومن خلال شغلنا هنتكلم بقى على التبطين العين والمكياج الخاص بالعين عموما. تمام. احنا اتفقنا ان هنا الموديل هي جفنها مبطن شويه، فاحنا عايزين نوسع المسافه ونعمل كسره جديده، وبالتالي عشان العين توضح وتظهر. الالوان الخاصه بيهم، لا اشتغلي وانا بكلمك. الالوان الخاصه بالعين المبطنه الفواتح ولا الغامقه؟ لا هي عادي يمشي عليها الاثنين، يمشي اللي عليها الاثنين عادي، ملهاش الوان معينه، بس اهم حاجه التكنيك، يعني الرسمه اللي هتختاريها هي دي اللي بتفرق. جميل. احنا هنا كده بنعمل ايه؟ بعمل كسره كات كريس مختلف او يعني بعيد عن كسره عينيها، بحيث ان انا ادي مساحه لشكل الجفن ان هو اكبر، بحيث انها ما تفتح عينها تبان الكسره دي انها موجوده كظل ولا ايه؟
كجفن جديد. كجفن جديد. انا زي برسم جفن جديد وهمي يعني. جميل كده. وكده اكننا بنرسم زي ما بنقول خط جفن وهمي علشان خاطر ندي احساس بوسع العين نفسه. جميل. بتبقى طبعا بالالوان الغوامق، متهيألي هي الوان اللي هي النود الترابيه دي اكتر الوان بتليق في اللوكات دي اكتر يعني. جميل. وممكن اي لون عادي يعني حسب، بس هي انا بحس ان الالوان البنيات دي هي الوان معانا مكمله معانا على طول يعني، اللي هي ما بتبطلش. جميل ما شاء الله. طيب العين المدوره احسن ولا العين المسحوبه؟ لا، هي العين المسحوبه طبعا بتبقى شكلها احلى في اللوكات، لان هي بتبقى عامله زي الكات اي كده يعني، عامله زي رسمه القطه، فبتبقى مديه منظر جمالي اكتر. العين المدوره زي الجحظه كده، بتبقى الابيض اللي تحت الولد بتاع العين ده بيبقى باين. فدي ما ينفعش معاها اي لوكات تبقى فاتحه، لازم كل اللوكات تبقى غامقه علشان احاول اصغر من حجم العين، وفي نفس الوقت اعمل لها سحبه. اعمل لها سحبه. جميل. طيب تمام، احنا كده لسه بنرسم معاكم. طيب بالنسبه للايلاينر بينفع لكل عين ولا لا؟ يعني في الايلاينر بينفع، بس في حاله العيون المبطنه ما ينفعش ارسمه. الايلاينر المسحوب والايلاينر والمجنح والنص ايلاينر. والنص ايلاينر ده يمشي مع العيون المبطنه. يعني ما ينفعش اعمل ايلاينر كامل في عين مثلا جفن صغير زي ده، هياكل لي مساحه الجفن كلها. ايوه. لا، لازم لو يعني الكلاينت طالبه مني مثلا ايلاينر، ولازم امشي على خط الرموش، يا دوبك خط صغير جدا، يا دوبك عشان ما ياكلش الجفن بتاع العين. جميل، اتفقنا كده اهو. ده احنا بنرسم اهو الخط زي ما احنا شايفين على نفس رسمة القبة الخاصة بالعين، فوق الكسرة بقى، فوق الكسرة. فوق الكسرة نفسها، فبتدي الضي اللي مطلوب علشان خاطر يرسم شكل العين. جميل. طيب طبعا زي ما عملنا في الاولاني بنعمل في التاني. بس انا عشان ادي افكار جديده، فانا ممكن اعمل العين دي رسمه والعين دي رسمه. طب جميل. يبقى احنا كده بنعمل لنا الخاصه بايدها الشمال، او يعني زي ما بنشوف كده يمين الكد، ان بنعمل لها الكسره علشان تدي شكل يكسر التبطينه الخاصه بالجفن، ويعملوا جفن جديد واضح. بصوا قد ايه واضح الرسمه اللي هي بترسمها بشكل كبير. طيب ممكن نفتح عينينا كده بس نشوف التأثير اللي حصل للرسمه دي. يعني زي ما احنا شايفين، بصوا رسمه الخط ده ابتدت تدي ايحاء ان هي الجفن اكبر شويه. جفن اكبر. جميل. نكمل. يلا كده احنا بنفرده. انا بعمل له تدريجه الوان. كده لون اقل شويه، ده لون افتح شويه يعني حسب الالوان اللي انا بشتغل بيها، ببتدي بالاغمق واطلع بالافتح. تمام. بس هو رسمة العين واضحة اكنه خط، يعني يمكن الدمج بتاعه هيبقى اقل من الدمج التاني الخاص بالتسييح العين، ولا ايه؟ ما هي هتبان لما اقطع بقى بالكونسيلر، هيبان القطعة بتاعت العين وشكل العين. تمام. اوكي، نكمل. ده ايه بقى اللي انت حاطاه هنا؟ اللون الجديد ولا لون ايه؟ ده يعني انا كل ما اللون الاساسي عندي تحت بيقل، ببتدي اتقله تاني مع الدمج، بيبتدي يقل. تمام. اوكي. هنا بقى المفروض اخد في المرحله دي الكونسيلر بتاعي واقطعه. ازاي بقى هنقطع بالكونسيلر العين بحيث انها تدي الرسمه الخاصه بالتبطينه دي انها مقوسه؟ باخد فرشه فلات تبقى مبططه خالص كده،
علشان اقدر احدد معايا القطعه وتبقى سهله معايا في القطع. نشوف بترسميها بقى من قريب من الرموش؟ لا، قريب من الحته اللي انا قطعت بيها. يعني من عند الاسود عشان ابرز اللون الغامق اللي من تحت. تمام كده اهو. ايوه ماشي. ده كده المفروض بيتحط عليه شادو بقى تاني وكده كده بقى؟ ولا ده الجزء ده المفروض بنحط عليه الجليتر بقى. الجليتر اساس ان احنا بنعمل رسمة عيون خاصة بسهرة، فطبعا هو الرسمة دي هي اللي بتبين التوسيعة بتاعت العين او الكسرة دي بتاعت العين، فبالتالي اللون المذهب او اللون اللي بيلمع هو اللي هيكون واضح عليه. بصوا قد ايه فرق كتير الجفن اللي احنا عاملين فيه مكياج من الجفن اللي مش محطوط له الخطوط اللي احنا عاملينها جميل كده. بنزود بقى البني تاني. بصوا قد ايه واضح، ادالكم احساس انها جفن مساحته كبيره. جميل. العكس بالعكس بقى طبعا يا نيفين يا نرمين، لو العين واسعه قوي فاحنا لازم نغمق، نحط بقى غوامق علشان خاطر ما يديش الوسع الكبير ده على الجفن. متهيألي العين الواسعه بيبقى لايق عليها السموكي ايز اكتر. السموكي ليه طبعا على العيون الواسعه عشان يقلل من حجم العين، يعني بيقلل من الكبر بتاع المساحه بتاعت العين. مش شرط السموكي يبقى بلون غامق، ممكن السموكي باي درجه لون، ممكن اي حاجه، ممكن بينك، ممكن ازرق. المهم ان انا ببدا في السموكي بالغامق وابتدي اطلع بدرجات الفاتح. جميل جدا ما شاء الله. واضح ان هو سهل كمان تتعمل. ممكن التركات الصغيره دي تتعمل لما نبقى برضو محتاجين ان احنا نوضح عيننا بشكل ما، سواء في خروجات الصبحيه. متهيألي رتوش بسيطه كده تقدر تبين ايه هي الاساس بتاع العين او ايه هي رسمه العين. بنرجع بقى تاني، احنا زي ما اتفقنا احنا بنعمل عين شكل وهنعمل العين التانية شكل تاني عشان نوضح لكل المتابعين ازاي بتبقى العينين مختلفة. هنعمل ايه بعد كده؟ انا لسه برضو بدرج في الالوان. ده واضح ان تدريجة الالوان دي بتاخد وقت كبير علشان تقدروا تظبطوا درجة اللون نفسها. وكل ما العين كانت مدمجة كل ما كانت افضل في العين. جميل تمام. ابتدي بقى بعد ما خلصت وقطعت الكريس بتاعي ابتدي احط الجزء الجليتر على العين. اوكي جميل. بصوا قد ايه العين واضحه والركنه بتاعتها واضحه كمان. طبعا مع الرتوش الاخيره بتبان قد ايه ان العين اتغيرت خالص والنظره النهائيه ليها اتغيرت. برضه بعد ما بخلص ببتدي انضف الشغل بتاعي من هنا كده. تمام. كده رسمه العين دي هتحتاج ايلاينر عريض ولا ايلاينر رفيع؟ هي ممكن نعمل ايلاينر رفيع جدا علشان خاطر عينيها هي مبطنه. اتفقنا. المفروض الاول بنحط الجليتر بعد كده نبتدي نحط الايلاينر اخر حاجه بتتحط. ده ايه اللي احنا ده جلو للجليتر علشان الجليتر يلزق عليه عشان يثبت. جميل جميل كده. الركنه بس ولا بنرسم العين بقى؟ لا انا هحط الجليتر في الحته اللي من قدام بس. اتفقنا. ده احنا كده كل ده تفاصيل صغيره احنا بنقولها لكم وبنوضحها لكم علشان خاطر كل فرشه من الفرش اللي احنا بنحطها على العين كل درجه لون من اللي بتحط على العين دي
بتديكوا شكل مختلف. يعني حتى الجليتر بيدي شكل مختلف، لو غمقنا بيدي شكل تاني، وهكذا كل خطوة ليها منظورها الجميل اللي مختلف. كده الرسمة النهائية للعين ما شاء الله. كده لو المودلز بصت كده هتشوفوا قد ايه ان العين وضحت، رسمتها وضحت جدا، مختلفة عن العين التانية، واتسحبت العين. يعني الركنة اللي معمولة كده احنا سحبنا بيها العين كمان، وبالتالي بقى ليها شكل مختلف وواضح للعين. كده فاضل لها المسكرة. نعمل بقى الايلاينر خفيف صغير. اوكي، احنا اتفقنا الايلاينر هيبقى قريب من الجذور، هيبقى خط صغير جدا. جميل، لان احنا عندنا المساحة زي ما اتفقنا فوق العين مش كبيرة، فاحنا مش هنقدر نملاها ايلاينر، احنا يا دوبك بنوضح الايلاينر فيه فقط، لكن مش بنقدر ان احنا نملاه بشكل كامل. كده الايلاينر اهو ابتدى يوضح. افكارك بقى ايه عن العين التانية؟ هنعملها على اساس ايه؟ ممكن نعملها برضو يعني يبقى فيها زي هاف كات كريس، يعني يبقى نص قطعة عينين، نص القطعة العين مش الكاملة الخاصة. اتفقنا. طب هنرجع رسمة لورا شوية بس كده، ايوه، علشان بس ايه يبان بس بعد كده نبتدي بقى نركب الرموش. اتفقنا. طبعا هي تركيب الرموش عشان سهرة، لكن لو عادي فاحنا مش شرط. في ناس بتحب تركب الرموش ان شاء الله لو خارجه مشوار صغير، يعني هي بتبقى حسب الاذواق، بس هي المفروض الرموش بتبقى يعني للمناسبات والافراح اكتر. جميل ما شاء الله. كده برضو الجلو اللي هو بيتحط للرموش، وطبعا اختيار الرموش نفسه بيبقى فن برضو. يعني العين الواسعة بتحتاج رموش مختلفة عن العين الضيقة، برضو بتبقى حسب اللوك بالتأكيد برضو. فيعني برضو هو يعني معظم اللوكات مش شرط كثافة الرموش. لا، هي معظم اللوكات بتليق عليها الرموش اللي هي بتبقى قصيرة من قدام وطويلة من ورا. بالظبط، بس مش شرط درجة الكثافة كتير. لا، ما هي كثافة كتير محتاجة لوك شديد أو غامق. تمام. كده بنركب الرموش برضو، وده اللوك النهائي اللي هيكون للعين المبطنة. وزي ما احنا شايفينه درجة الرموش كمان بتدي شكل مختلف، وبتدي لون ظاهر للعين. وكل ما قربنا الرموش الطبيعية من الرموش الصناعية كل ما كانت احنا ما ينفعش نسيبها كده، احنا لازم نلزق الرموش الطبيعية على الصناعية عشان تبان، ما يبقاش فيه فاصل، يبان واحد كثيفة واحدة. وبنعملها بالمسكرة برضو علشان خاطر تعمل. طب عشان خاطر التوقيت احنا عايزين نبدأ كمان في العين التانية بشكل مختلف. طب تمام، هو عموما هو احنا المفروض بنحط المسكرة علشان تلزق الاتنين مع بعض. تمام. احنا بقى نشوف بقى الناحية التانية الهاف او اللي هو مش نص كامل، قطعة بتبقى نص قطعة، نص تبطينة مش كامل، وهنشوف برضو هنوضح فيها ازاي. يلا بقى نشوف هنعمل ايه في التبطينة التانية. لازم احط برضو درجة لون انتقالي تخليني اعرف ادرج الوان. تمام. وبرضو هنعمل بيها كسرة عين ولا ايه؟ ما احنا هي الالوان اللي بتتحط دي بنقطع تحتيها، فاحنا هنعمل بيها كده كسرة عين كاملة، نص كسرة عين. نص كسرة عين. اللي هي هنعملها من اللي هي ركنة العين ولا من الزاوية هي عموما كات كريس دايما من قدام. من قدام. اتفقنا. كده اهو دي برضو الرسمة التانية.
واضحة برضو معانا. كل الخطوات دي على فكرة ما تفتكروش انها صعبة، هي سهلة جدا، بس هي كله في الموضوع بتحتاج زي ما احنا شايفين فرش بشكل معين، تبديلة الوان بشكل معينة عشان توضح الرسمة المطلوبة منكم بمنتهى البساطة، واهم حاجة الدمج في الالوان. جميل، احنا كده بندمج اللون اهو. جميل. ايه اللي بيلي بقى الخطوه ابتدي دي؟ اعمل زي تمويهه من الجنب كده بالايلاينر، احط ايلاينر مثلا، يعني احط غمقان على اساس انه يسحب وادخله لجوه. ساحب وادخله لجوه الخط الايلاينر. جميل، بنسحبه. ده ايلاينر؟ ده جل ايلاينر جل. ايلاينر جل. طب هو الايلاينر لازم يبقى اسود ولا ممكن يبقى الوان تانية بني؟ لا، في الوان كتير، ده في ازرق وفي اخضر وفي كل يعني الالوان. الوانات كده جميله، حتى الرموش اعتقد الملونه رجعت تاني، يعني انا ما كنتش فاكره انها ممكن ترجع، بس اعتقد الصفيه دي راجعه ووضوح تاني يعني. كده دي الزاويه. طبعا السحبه دي هي اللي بتدي رسمه العين، انها مسحوبة وانها بيضاوية، ودي اهم حاجة من اللي احنا بنطلبها، اللي هي بتبقى شبه عيون القطة كده، يقولوا ايوه عليها الكات اي بالظبط كده. نفتح عيننا كده يا نيفين بعد اذنك نشوف الشكل الخاص بالعين. احنا طبعا لسه ما وضحتش، بس وضحت رسمة السحبة الخاصة بالعين. جميل. طبعا كل مناسباتنا الجميلة والسعيدة بنبقى محتاجين فيها المكياج يغير الشكل، يغير التقطيع زي ما بنقول، يوضح في التصوير ويوضح مع الإضاءة، وده عشان كده بنستخدمه في السهرات بشكل قوي شوية أو واضح شوية، علشان كده بنقول ده مكياج سهرة، لانه مش بسيط وبيبقى تقيل شويه. بالتالي الصبحيه هتكتفي مثلا بسحبه الايلاينر مع الكسره الخفيفه مع لون خفيف كده على الجفن وخلاص. اتفقنا كده. يبقى ده شكل المكياج الهاف الخاص بالعين المبطنه نص تبطين. على فكرة المكياج كمان بالتجربة، يعني انت ممكن تقفي قدام الكاميرا، هو بالممارسة اكتر، ممارسة اكتر. قدام المراية تقدري ترسمي عينك، تشوفي ايه الغلط اللي انت عملتيه. لا العين دي لو كانت شكلها كده احسن، لو وسعت من هنا احسن، لو غمقت من هنا احسن. بالتالي انت بتكتسبي خبرتك منك ليكي في الانتاج نفسه، بانتاج الشغل. نظبط عندي السحبه ورا كده. تمام كده هي وضحت اكتر واكتر. طيب انا هستاذنك ونشوف يا نيفين الكاميرا برضه، نبص كده. ده الشكل برضه الخاص بينا ونكمل. تمام. هنا بقى المفروض ان انا هقطع الهاف كريس بتاعي. تمام. هنحط ايه بقى؟ او ده ده بالكونسيلر. بالكونسيلر. تمام. تمام. وانا في الحاله دي بقى بحط، الناس اللي ما بتعرفش تقطع كريس اسهل طريقه ان انا مثلا احط الكونسيلر هنا كده في الحته دي، واطلب من الموديل او من الكلاينت تفتح عينيها وتبص فوق يمين وشمال، افتح عينك يمين وشمال. هي تطبع على اول فوق. ما بتعمل الحركه دي بتطبع لي القطعه مكانها فين. ايوه عشان اعرف اقطع رسمه مظبوطه. لا استني، احنا عايزين نوضح الحته دي اكتر ونبين انها فكره القطعه لما ضغطت. جميل. ايوه بصوا يعني كده رسمت الطبعه، هي كده يعتبر حددت لي مكان الكريس اللي انا هقطعه فين. تمام. يلا بينا
كده دي تبقى رسمت معانا الرسمة الحدود الطبيعية والحدود بتاعتها الطبيعية ليها. جميل ما شاء الله. بسيطة جدا، حركة سهلة وفي نفس الوقت بتدي طبيعية للعين وانتوا بتستخدموا الكونسيلر. الكونسيلر كفيل بانه يفتح الاماكن اللي احنا عايزين نظهرها، وتدريجات الالوان اللي احنا عملناها بيغمق، فالكونتراست ده هو اللي بيوضح رسمة العين او العين بين انها واضحة وبين انها جفن معلق يعني. جميل ما شاء الله. برضو ابتدي اسحب الزياده باي بلوتي بلندر عندي عشان ما يبقاش فيه كلاكيع على عينين. تمام. على فكرة احنا كده ما دخلناش على الرسمة اللي احنا عملناها في الركنة، بالعكس الرسمة واضحة ورقيقة جدا وباينة في منتهى الجمال. ابتدي بقى اثبت الكونسيلر ده بدرجه شمر. بنحط الكونسيلر عليه درجة اللون اللي يواضح، وركنة العين مرسومة زي ما هي وواضحة. وريني كده يا عينك يا نيفين، بصوا الفرق بين العينتين. برضو هحط لها جليتر، بس ندور على الجليتر جلو. بكده برضو بيكون اختلف المكياج، وكله على حسب رسمة عينك انتي بتحطي المساحات اللي مطلوبة. جميل. طبعا احنا شايفين اللوك مختلف بين العين اليمين والعين الشمال، ده شكل وده شكل، وبالتالي كل عين بتبين شكل مكياج مختلف عن المكياج التاني. كده يبقى فاضل لها بس الماسكارا. احنا حطينا ايلاينر قبل كده، رموش برضو لازم رموش ورموش برضو. يبقى فاضل الرموش والماسكارا علشان برضو توضح بالشكل. بصوا قد ايه العين اختلفت تماما في الرسم ده. احنا هنا حاطين الجليتر بدرجه كشميري، هنا حاطين الجليتر بدرجه ذهبي، بحيث ان يبقى فيه اختلاف في الالوان وتنوع في الالوان. هنا الكات كريس مقسوم بالعين كلها، هنا الكات كريس معمول هاف، فيعني اديت افكار كتير بحيث ان يبقى كل واحد يليق عليه رسمه او تعجبه رسمه يقدر يعملها. هي جميل. سهله. طب احنا عايزين نهايه اللوك بقى تماما بالرموش، ونوضح لكم في النهايه رسمات كده المختلفه للعينين، اللي خاصه احنا خدنا دلوقتي العين المبطنه للسهره ووضحنا لكم ازاي ممكن انها تتعمل. على فكرة عايزة اقول لكم كمان حاجة، ان احنا لينا بالتأكيد لقاءات مع نيفين مع نرمين مرة اخرى ومن نيفين، يعني الثنائي الجميل ده، علشان يوضحوا لنا بقية العيون وبقية القطعات الخاصة بالعين، وممكن انها تغيري شكل مكياجك ازاي بالعين، بالشكل وشك بالمكياج كده. الرموش وانا المفروض بستنى على الجلو شويه عشان يلزق معايا، يبقى ستيكي كده شويه عشان ما احطوش الرمش يقع، يبقى يلزق معايا على طول. تمام اتفقنا كده. ده الرموش. طبعا اللي ما بيحبش ان هو يحط رموش فمش مشكله، الماسكارا بتقوم بالمهمه، بس طبعا عليكي بماسكارا مكثفه تبقى واضحه شكل الرموش معانا وجميل. طيب حلو قوي. انت طبعا منقيه الالوانات دي مخصوص علشان خاطر الموضه النود لا، ودي الالوان الاكتر بتبقى في السهرات اللي هي على سيلفر، على جولد، على كشميرات. البينكات دي كلها بتبقى الوان عرايس اكتر يعني. جميل. فهي طبعا ده كده الشكل الجميل اللي واضح،
وبالتالي هيكون ما شاء الله تبارك عايزين الله. نفنش زي بقى الفل. العين من تحت. يلا بينا. وكده تبقى نهاية الفقرات الخاصة برسمة العين، وقد ايه هي جميلة وواضحة زي ما احنا شايفين. طبعا بمنتهى البساطة احنا اتفقنا ان احنا رسمة العين بتكمل بالجفن السفلي، مش شرط ان احنا نعمل تكحيلة من جوه الجفن، بنعملها من تحت الرموش عشان برضو تدي الوسع اكتر المطلوب للعين. جميل كده. نكون خلصنا اللوك بتاعنا ونشوف الشكل النهائي بقى. انا لسه لازم ما اسيبش تحت العين كده يديني ضيق للعين. لازم ادمج وانزل بالشادو تحت شويه بحيث ان يوسع لي العين من تحت كمان، يعني بوسع من فوق وبوسع من تحت. وتوسعي من تحت. جميل. طب التكحيل اللي بالابيض بقى ايه؟ يعني احنا بنلاقي العين متكحله من جوه ابيض وبعدين في ايوه تكحيل بالابيض ده لما بكون عايزه اوسع العين قوي. العين يعني العين عندي صغيره قوي، فبحط لها كحل ابيض كحل بيج بحيث ان هو يفتح لي العين. جميل. ويبقى وسعها باينه انها وسعت، يعني دي العين الضيقه والصغيره بتبقى واسعه اكتر وواضحه اكتر. كده خلصنا. كده كده خلصنا ما شاء الله. ده المنظر النهائي الخاص بالمكياج وخاص بالعين. لازم برضو بعد ما بخلص لازم انضف تحت جوانب العينين على اساس ان هي اللي بتبرز لي الرسم اكتر. والبرونز كمان اللي احنا حاطينه ما يبقاش واضح للون الاسود ويبان معاه. جميل ما شاء الله تبارك الله. ده كده نهاية اللوك الخاص بينا ورسمات العين المختلفة، وخاصة العين المبطنة. مدين لكم شكلين مختلفتين للعينين، سواء كانت العين اليمين او العين الشمال. وطبعا ده اخر اللوك الجميل اللي نرمين قامت بيه ما شاء الله تبارك الله. ده تثبيت بقى وانا المفروض بقى بعد ما بخلص خالص برش الفيكس بتاعي بحيث ان هو يضيع لي المنظر بتاع البودره بتاعت الوش، يعني يبان انها طبيعيه وانها ده للوش، لكن طبعا ما تجيبوش للعينين من فضلك. لان ده ميه، ما هو ميه ممكن لو حاجه مش ووتر بروف تسيح يعني، فلازم استنى عليها. وبعد ما بخلص خالص بحط الهايلايتر في المرحله دي. جميل. رسمه الحواجب بتبقى هي طبعا تكمله للرسومات، وطبعا على حسب المكياج الخاص بالعين. وطبعا احنا اهو بننشف، من كل حاجه لازم بتنشف قبل ما بنحط الطبقه الاخيره. طب انا عايزاكي ترسمي لي الحاجب سريعا بس كده، وناخد منك برضو فكره الحاجب هنا يبقى رسمته ايه وبنعمله. تمام. هو انا لازم اثبت الحاجب الاول، يعني اسرحه بواكس او بجل مخصص للحواجب. ده باللون الاسود ولا لا ده جل تثبيت، يعني تثبيت. عامل زي الجل بتاع الشعر كده بس ده مخصص اكتر للحواجب. جميل. فكده احنا بنثبت الحواجب بحيث انها وبنسرحها علشان تبين لي الفراغات بتاعه الحاجب فين عشان اقدر املاها. جميل. برضو بنستنى عليه جه ما شاء الله. هو انا لازم اضغط كده كمان بايدي على الجلد. ما شاء الله. كده دي الرسومات النهائية للعين، واللي بنقدر ان احنا نوضح بيها اللي العين، لان رسمة الحاجب هي اللي بتبرز الوش، بتبرز العين وبتخليها واضحة لكل اللي بيبص للوك النهائي للشكل. لازم برضو بعد ما اخلص انضف تحت الحاجب. جميل. برضو نفس تنظيف تحت الحاجب بالوضوح.
كده شكل جميل ما شاء الله. سهل جدا مشاهدينا انكم تتبعوا الخطوات البسيطة اللي احنا قدمناها لكم وترسموا بيها شكل العين. ويا رب دايما مناسبات سعيدة لكل متابعينا في كل مكان، دايما يكتر الافراح، وخاصة في فصل الصيف بتبقى الافراح دايما ان شاء الله كتيرة وخير. ده اللوك النهائي وده الشكل النهائي اللي لينا. تمام تمام. يلا نشوف بقى اللوك النهائي لنيفين، وده الشكل النهائي للمكياج. نتمنى لكم السعادة في كل مناسباتكم السعيدة، ودايما نكون معاكم في كل مناسبة بكل اللي يساعدكم ان شاء الله. فاضل ان انا اشكر ضيفتي وضيفتكم نرمين عدلي الخاصة بالمكياج وخبيرة التجميل الجميلة اللي كانت موجودة معانا النهاردة. كمان بشكر نيفين على وجودها وعلى اللوك الجميل اللي ساعدتنا بيه، طبعا بانها قعدت استحملت معانا المده دي المكياج. شكرا ليكي يا نيفين، شكرا ليكي يا نرمين، احنا شاكرين ليكي جدا وجودك. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، قدمنا لكم دلوقتي فكره بسيطه للعينين المبطنه. بشكركم على حسن المتابعه. ان شاء الله الاسبوع الجاي معانا فقرات كتيره تانية مختلفه، ونشوفكم بكل خير ونص. الى اللقاء.